بسم الله. حنبدأ. ايش هي اول حاجة عندنا؟ شايفين المكسرات، جوز ولوز وفستق وبندق. تمام. احنا ايش حنسوي؟ حنطحنها وننخلها كويس. حلو حلو. بهارات الحلا حنستخدم الفلفل الملون 1 يانسون نجمي، جوزة الطيب، معاها كم حبة هيك. نطحنها برضو وننخلها كويس. اجي هنا عندي ملعقة حليب بودرة، ملعقة خميرة، ملعقة بيكنج باودر. هنستخدم معاهم 1 عود فانيليا. نجهزها ونرجع. حنطحنها مع المكسرات. انزل الخميرة والحليب والبيكنج باودر على خليط المكسرات. الفانيليا حانزل بدقيق التيبوكا، وفوق الدقيق الابيض هحط زبدة الكاكاو. هذه الزبدة تمتاز بانه لها ريحة كاكاو لذيذة. حط العسل، خليها زي ما هي وعلى العجانة. هختار هذا القالب وانتي اختاري القالب اللي يعجبك. خذي دائرة كده سقطيها في القالب. هذا اسمه جمال. زي ما انتوا شايفين اشكالها حنشيلها وعلى الفرن. هذا هو كيك القمر، كعك القمر بالمكسرات. في ناس ما تحب المكسرات او عندها حساسية، انتي تقدر تستثني المكسرات بكل بساطة. وهذا هو. فخلصنا. جبت انا عارفة انه حيعجبكم لانه مرة طعم وسكر وموزون، حتى تحسيه خفيف. فبالعافية.